يتألق بيجوفيتش في اللقطة المطلوبة. كرة على طول يطلعها بيجوفيتش، ملحق مع منتخب البوسنة والهرسك امام منتخب طبعا ايرلندا. الحارس بيجوفيتش امامنا هنا يتألق في الكرة الجميلة الحقيقة اللي عاملها قاية، لكن هي برضو يعني مش في زاوية قوي، عشان كده تطلع الى ركلة ركنية تانية لصالح فريق نادي ويست هام. الهامرز تسديد قوية، كرة الشباك تهتز هنا في هذه الكرة وفي هذه اللقطة عن طريق اللاعب ماورو زاراتي. سجل في مرمى الارسنال ماورو زاراتي امامنا، وكان سجل في لقاء الكابيتال 1 في مرمى ليستر سيتي. ادي الركنيه والكره على طول، متمركز رائع جدا ماورو زاراتي النهارده. غاب فيكتور موزيس ليكون زاراتي هو عنوان اللقاء بهدفه الاول بعد مرور 17 دقيقه. يتقدم فريق نادي ويست هام يونايتد بهدف من خلال الركله الركنيه. التمركز رائع وتسديد على طول قوي جدا. شوف هنا الاخطاء في الرقابه، ادي راميريز يبعد وزاراتي متمركز تمركز رائع رائع رائع، يضعها في الزاويه الضيقه في مرمى الحارس البوسني لفريق نادي تشيلسي. الحارس بيجوفيتش قويه، كوره قويه جدا من جانب امامنا اهو الارجنتيني ماورو زاراتي، بطل كاس العالم 2007 واللي كان انضم من فيلد سارسفيلد الى فريق نادي السد القطري، ثم رحل بعد ذلك للاتسيو واعير الى يطلع امامنا اهو جيمس تومكنز. طلع كوره تومكنز الى خارج الملعب. ادي تومكنز، زوما متقدم، زوما سجل في مرمى الارسنال، وويليان هيلعب الكرات الثابته امامنا نادي تشيلسي. هل يسجل وهو ب10 لاعبين؟ وادي الراسيه وكاهل وجول. جاري كاهل امامنا اهو يضعها في منتهى القوه. جاري كاهل عشان يسجل، كان سجل في مرمى البي اس جي العام الماضي وسجل في مرمى ليفربول، ويسجل اول اهدافه هنا في هذه اللحظات. جاري كاهل يسجل هدف التعديل من ركله ركنيه ومن التحام مع زوما ودفاع فريق نادي ويست هام يونايتد. يسجل جاري كاهل هدف التعديل في الدقيقه 56. حطها قويه جدا. ادي الاعاده مره ثانيه ركنيه وهدف لتشيلسي. ادي الصراع في الكره العاليه والتحام في الكره العاليه الماضيه الحقيقه ما بين جانكنسون واللاعب كوياتي، ولكن الكره بتسقط هنا لكاهل يضعها قويه، قادر يطلع وقويه جدا بقى المره دي. لا تقول لي جول تكنولوجي ولا تقول لي رايه الغت هدف بداعي التسلل، لان جاري كاهل يتقمص دور المهاجم هنا، المدافع الدولي الانجليزي اللي كان انضم في عام 2011 يعني نهايه عام 2011 قادما من نادي بولتون. يضعها قويه عشان يعادل النتيجه في الدقيقه 56. هدف التعديل او بتاعت راميريز اللي عملها يعني ايه بشكل سيء جدا، لكن ضغط من ويست هام وكرات عاليه وكارول اندي كارول هنا صاحب ال 191 سم، لكن هنا ده مش بالطول بقى، ده عاملها باقتدار بضربه راسيه ويسجل في الدقيقه 79. هي كره القدم، راميريز يضيع ولكن كره تاتي عن طريق كارول اللي بيسجل هدف في الدقيقه كام؟ الدقيقه 79 بعد سلسله من الهجمات من الجانب اللي فيه زوما نقطه الضعف، والكره العرضيه المره دي اللي معموله جميله جدا. الجبهه الشمال ديمتري بايه وكريسويل وايضا اللاعب المتحرك اللاعب لانسيني. شوف الكره هنا ازاي تبادلوها، وادي امامنا جون تيري يطلع الكره تصل الى نوبل على طول المره دي الى كريسويل، يعملها عرضيه حلوه جدا وارتقاء هنا وسقوط. يعني طبعا الدفاع في اخطاء قاتله. سبيليكويتا اين انت سبيليكويتا؟ سبيليكويتا يعني في اسفل وفي يعني الارتفاع وفي الزمان وفي المكان. ادي امامنا هو سبيليكويتا يعني لم يقفز حتى في وسط الحصار، 2 رايحين على الكوره.